اهلا بيكم وفيديو جديد. في الفيديو ده هنشرح ازاي نعمل تصميم اعلاني احترافي لعربية جيب باستخدام الفوتو مانيبيوليشن زي التصميم ده. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة هعملها ان انا هسحب صورة العربية جوه برنامج الفوتوشوب، وهبدأ ان انا اقص التفاصيل بالبين تول علشان ابين كل جزء في العربية. اهم حاجة عندي وانا بشتغل فوتو مانيبيوليشن يبقى بالنسبة لي التفاصيل كلها واضحة، تمام؟ حتى لو مثلا العربية فيها سلك باين او حتة الكاوتش بتاعتها كبيرة شوية او صغيرة، لازم كل حاجة معاك تبان، يعني ما تتلاشاش حاجة وانت بتقص بالبين تول. بعد ما انتهيت من القص بتاعي بختار السلكت تول وبعمل layer في كوبي، وبعد كده بحول طبعا الصورة بتاعتي لسمارت اوبجكت. دايما وانا شغال على تصميم فوتو مانيبيوليشن او حتى على اي تصميم جوه برنامج الفوتوشوب، تأكد دايما ان اي فايل انت بتستخدمه يبقى معاك سمارت اوبجكت. طيب ليه؟ علشان لو انا جيت صغرت او كبرت الصورة معايا ما تبكسلش. هنا انا جيت عملت جريد اللي هو الرول اوف ثيرد، قسمت الصورة عندي لثلاث اتلات علشان اقدر اوصل لكومبوزيشن مظبوط زي الستوري بورد او الرسم الاولي اللي احنا عملناه. بعد كده هسحب صورة الباك جراوند، هكبر الصورة عندي على حسب طبعا المنظور اللي انا عايزه. انا عايز ابين الجبال اللي ورا دي علشان بعد كده هعمل تداخل ما بينها وما بين صورة تانية، فبتظبط البرسبكتيف بتاعك اللي هو المنظور هيبقى عامل ازاي فوق او تحت. بعد كده بنسحب الصورة اللي هتبقى واقفة عليها العربية، الباقي الكونسبت ارت او الانفايرومنت اللي موجودة ورا في التصميم بتاعي. طبعا هنكبر او هنصغر، احنا طبعا بنجرب حتة ان انا اكبر او اصغر او حسب المنظور بتاعي هيبقى عامل ازاي. يعني مثلا انا في صور بستخدمها فهحتاج ان انا اكبرها شوية عشان خاطر تبان فيها تفاصيل اكتر، او علشان حتى نقدر نوقف العربية بشكل مريح. بعمل كليبنج ماسك، وبعد ما بعمل كليبنج ماسك تمام بجيب البروش تول بتاعتي وهظبط التفاصيل اللي موجودة عندي. يعني انا هنا بدأت اقص الصورة تمام علشان ابين شكل الجبل، وطبعا علشان اشيل السماء اللي موجودة عندي دي وهريبليس بسماء تانية خالص غير اللي موجودة عندي في الصورة. بعد ما ظبطت المنظور بتاعي بدأت ان انا امسح تاني بالبروش تول على الماسك وانا واقف على الباك جراوند الاسود، تمام؟
وعلشان اشوف التفاصيل بتاعتي يعني كده الى حد ما مظبوطه بالنسبه لي، بس حسيت ان انا الانفايرومنت عايزه تتظبط شويه، فبدات ازود من شكل الصحراء وادخله جوه الصوره التانية عشان يبقى فيه ما بينهم بلند كده، يبقى الاتنين داخلين في بعض، ما يبقاش تحس ان المكان ده منفصل عن المكان ده. تمام. فطبعا بصغر البروش بتاعتي علشان اقدر اجيب تفاصيل اكتر، او اقدر ان انا اشيل تفاصيل اكتر من الصورة وتبقى معايا مظبوطة، علشان ما يبقاش فيها عيب في الدمج، او حتى ما يبقاش فيها اخطاء، عشان نتلاشى الاخطاء واحنا شغالين. طبعا انا لو غلطت في حاجة او مسحت حاجة زيادة، فانا ممكن اقلب الباك جراوند اللي عندي تحت على الشمال في التولز للابيض، فارجع فيها تاني، ولو عايز اشيل جزء فانا بشيله بالاسود. اهم حاجة طبعا التفاصيل، يعني زي ما اتفقنا احنا شغالين، فاحنا بنهتم بالتفاصيل على قد ما نقدر بطريقة 100%. سحبت بعد كده الصورة بتاعة الموتل، اليافطة اللي هتبقى ورا العربية، علشان تديني عمق في الصورة. طبعا انت كل ما تحط تفاصيل اكتر في الديزاين بتاعك، فده طبعا بيديلك واقعية اكتر، يعني ان انت تحط حاجة ورا او حاجة قدام، فده بيديلك واقعية اكتر، بتعمل ابعاد للتصميم، عكس ما انت مثلا ما تحط الصورة عندك في تصميم فلات كده. لا، انت هنا بتعمل تفاصيل اكتر وبتظبط الموضوع بالنسبة لك اكتر. طبعا بعد ما عملت سيلكت برجع على السلكشن تول و بعمل لاير في كوبي، وبعد كده بخليها سمارت اوبجكت واسحبها جوه التصميم بتاعي، واظبط التفصيلة بتاعة اليافطة بتاعتي. بنختار الصورة بتاعة الاولد تري، الشجرة القديمة اللي هتبقى موجودة في الصحراء. تمام. بعمل لها سيلكت عادي بالماجيك وان تول، وكليك يمين طبعا، وبعمل سيميلر علشان احدد كل الاجزاء البيضاء اللي موجودة عندي، وبعد كده بدوس ديليت وبحول الفايل لسمارت اوبجكت. وبكبر الشجرة بتاعتي علشان اشوف المنظور. انا كل ده ببدأ اظبط المنظور بتاعي. طبعا احنا كنا عاملين سكتش اولي، وكنا شرحنا ده قبل كده في الدرس بتاع الكومبوزيشن، وقلنا ان انت وانت شغال على الديزاين افضل حاجة ان انت تعمل سكتش مبدئي ليك قبل ما تبدأ تختار حتى الصور بتاعتك، علشان يبقى ليك جايد تمشي عليه، عشان ما تتوهش وانت بتدور على الصور وتاخد وقت اطول، انت كده بتختصر على نفسك. بسحب الصورة بتاعت الصبارة طبعا وهقصها بالكويك سelection تول، بس في تفاصيل هجيبها بالكويك سelection وكمان بالبين تول، علشان خاطر في تفاصيل مش هقدر ان انا اخدها بحاجة تانية غير بالبين تول. تمام. فانا طبعا بعد ما بعمل الباس ببدأ ازوده على السelection اللي موجود، عن طريق ان انا بدوس كنترول، تمام، شيفت انتر فيعمل اد، وممكن تجرب كنترول الت انتر، فيعني على حسب السلكت بتاعك.
بسحب السبورة جوه التصميم وبشوف الابعاد بتاعتي هتبقى عاملة ازاي. باخد منها كوبي، نخليها مثلا 3 سبورات علشان نوزن التكوين بتاعنا. تمام. وطبعا كده كده وانا شغال قدام لو في حاجة اتغيرت معايا فانا بغيرها، مفيش اي مشكلة خالص. في حاجات زي ما اتفقنا انا ممكن اعيد تظبيطها تاني، مفيش اي مشكلة. زي ان اليافطة اجيبها يمين شمال على حسب التصميم بتاعي، وممكن كمان العربية تكبر او تصغر. انا كل ده بجهز التكوين بتاعي، فطول ما انا بجهز في التكوين فانا عندي الحرية ان انا احرك حاجة من مكانها او اشيل حاجة لغاية ما احس ان الدنيا مظبوطة عندي 100%. انا هنا يعني جربت ان اعدل العربية شوية، بعد كده رجعت في كلامي. بسحب بعد كده صورة النخل، يعني حسيت ان انا عايز اعمل نخل في التصميم، فهقصه وهظبط الاطراف بالريفاين مود. بعد كده بسحب الصورة اللي هتبقى التري اللي ورا برضو، بوصلها بالماجيك وان تول وبعمل سيميلر عشان يجيب لي كل الاجزاء البيضاء اللي موجودة. وبعد كده بدوس ديليت وبحول الفايل سمارت اوبجكت وبسحبه جوه التصميم عندي. طبعا ده هيبقى ورا شوية، فلازم يصغر اكتر عن كده علشان خاطر ده بعيد. فطول طبعا ما الموضوع بقى ورا خالص او بعيد، فلازم الاوبجكت بتاعك تصغر علشان خاطر يبقى فيه عمق في التصميم بتاعك، ما يبقاش الحاجة محطوطة كده وخلاص. بعد كده بناخد منها كوبي وندخل على الشادو. انا الشادو استخدمت البين تول علشان ارسم شيب بشكل ليه برسبكتيف كده، ليه منظور معين يبقى شبه العربية شوية من تحت، وطبعا يبقى تحت العربية. ومن فلتر بلور بختار الموشن بلور، واهم حاجة الانجل بتاعتي وانا بعمل الموشن بلور تحت العربية علشان هو اللي هيظبط معايا. يعني انا بجرب كده ميل الظل عامل ازاي على حسب ميل العربية على الارض او على حسب الارض اللي موجودة عندي، علشان يبقى معاك مظبوط ما يبقاش فيه اي اختلاف. تمام. بعد ما خدت كوبي من الظل اللي هو الشيب اللي تحت العربية، بعد ما ظبطت الشيب اللي تحت العربية ببدأ ان انا اجيب الاليبس تول. تمام. ويعمل فيها نفس الحركة علشان طبعا العجلة هنا بتبقى غارزة شوية في الرملة، فلازم يبقى ليها عمق شوية، فيبقى المنطقة اللي تحت منها غامقة، وكمان دي نقطة ثقل فلازم تبقى غامقة عن اللي حواليها. فبعمل لها موشن بلور وممكن جوجن كمان، وباخد منها كوبي بعد كده مثلا وانقله في باقي العجل اللي موجود عندي بتاع العربية. انا خدت كوبي تاني من الظل اللي عملته تحت، وممكن ازوده شوية جوجن ويقلل الفيل بتاعه، علشان طبعا هي العربية لازم ان الظل اللي تحت منها يبقى قوي جدا، لان مصدر الضوء مديني جاي من ناحية الشمال من فوق، فالجزء اللي تحت ده لازم يبقى غامق جدا لان هو تحت
مصدر الضوء على طول وهو مصدر الظل. تمام. بعد كده طبعا عايز اعمل ظل جانبي للعربية يبقى من ناحية اليمين، فاخدت كوبي من نفس الشيب وعملته جوجن وقللت شوية الراديوس بتاعته وكبرته اكتر علشان يبان معايا. وبعد كده هجيب هعمل له زي ماسك. تمام. هعمل له ماسك، وبعد ما اعمل الماسك طبعا هكبر البراش بتاعتي وهبدأ اشيل الزيادات اللي موجودة. وممكن كمان اني انا اظبط الاجزاء اللي هي بتبقى في الجنب دي علشان يبقى كل شيء واقعي عندي في التصميم بتاعي. شوف كده الكومبوزيشن بتاعك او التصميم بدأ يظهر. وانا برضو في حاجة نسيت اقولها لكم، ان انا النخلة يعني ما عجبتنيش وانا شغال على الكومبوزيشن، فانا اصلا يعني بعد ما قصيتها وعملتها شلتها خالص من التصميم علشان حسيتها هتعمل زحمة على الفاضي واخدة العين وانا عايز اعمل في الجزء ده بعد كده تايبوجرافي، فمش عايزه يبقى الديزاين بتاعي برضو فيه زحمة. تمام. بعد ما عملت الجزء بتاع العربية ده هختاره وهشتغل عليه شوية، فهختار الاكسبوجر. تمام. علشان اقلل الضوء اللي جاي من ناحية اليمين، لان الجزء اللي ناحية اليمين في العربية واخد لسعة اضاءة كده من الجنب، فانا محتاج اقلله. فطبعا بقلل بالاكسبوجر، وبعد كده بجيب البرش تول بتاعتي وبمسح الحواف اللي موجودة دي. بمسح مثلا على الجزء بتاع العجلة والجزء اللي هو ناحية مصدر الضوء، وممكن اقلل شوية الفلو من فوق بتاع البرش علشان خاطر يعني يبقى وانا بمسح بالبراش بتاعتي ما تبقاش تقيلة معايا. وازود من ناحية اليمين الاسود بتاعي. بعد كده بظبط بالليفل طبعا حاجات في التصميم بتاعي الخاص بالعربية، بغمق شوية مثلا، ممكن افتح حاجة بسيطة. تمام. وطول ما انا شغال في الديزاين بزوم ان وبزوم اوت علشان اتأكد ان الكومبوزيشن بتاعي مظبوط وان كل حاجة ماشية تمام. انا هنا هبدأ اشيل الاجزاء اللي هي بتاعت الاضاءة اللي عملتها اكسبوجر وليفل، وهاخد كوبي من العربية علشان عايز اعمل هقص العجل بتاعي واعمل له سبين، يعني هخليه يدور علشان اكن العربية تبقى تديني ايحاء ان هي ماشية في الصحراء. فلازم اخد كوبي من الحاجة اللي هقص منها. تمام. وبعد كده اشتغل بالبنتول علشان اقص الجزء ده. انا كان عندي هنا البنتول شيب فحولتها لباث، وبظبط التفاصيل بالراحة. طبعا احنا هنا بنختار العجلة بالظبط. تمام. الكاوتش بتاع العربية علشان هو اللي هيلف معايا. ما ينفعش ان انا يعني اشتغل على اللير على طول عشان خاطر ما فيش حاجة تانية تكون جاية معايا. فشايفين انا هنا باخد التفاصيل واحدة واحدة وانا شغال علشان كل حاجة تبقى معايا مظبوطة. بعد ما بعمل سيلكت بدوس كنترول انتر اختصار السيلكت، وبختار السيلكت تول لاير في كوبي. فانا كده بقى عندي الكاوتش بتاع العربية زي ما احنا شايفين. تمام. بعد كده طبعا هقص اللي هي ايه الجنط اللي موجود على العربية، الاطار اللي جوه، علشان خاطر يبقى منفصل كمان، علشان ده يتعمل له سبين وده يتعمل له سبين والاتنين يبقوا مظبوطين. هنا احنا بنهتم بالتفاصيل اكتر، يعني بدل ما تاخده على مرة واحدة علشان ما يبقاش معاك مظبوط 100%، لا احنا بنديله تفاصيل. تمام. طبعا انت طول ما الديزاين بتاعك بتديله من وقتك وبتديله تفاصيل بيطلع معاك اجمل واجمل.
بعد كده بختار بلور جاليري، فلتر بلور جاليري، وبختار الراوند بتاع السبين ده، تمام، وبظبطه على العجلة بتاعتي بالظبط علشان يجي مظبوط. فانا بظبط التفصيلة دي، اهم حاجة عندي التفصيلة اللي هي بتاعت العجلة دي، فانا بكبر اصغر او كمان برسم الشيب اللي موجود عندي على شكل بالظبط الحاجة اللي عامل لها دوران، تمام، من السبين بلور. انا كده شايفها مظبوطة عندي، يعني برضو مش عايز اخليها بتجري بسرعة قوي لان هو ماشي في صحراء، بس عايز يبقى ليها راوند، يعني تبقى يبقى في ايحاء ان في حركة، بس برضو مش عايز اجريها زيادة عن اللزوم. يعني في حاجات احنا بنعملها على طريق اسفلت مثلا، فممكن نديها سرعة مثلا عالية، فما فيش مشكلة. هكرر بعد كده الموضوع ده على الكاوتش بتاعي الكبير بقى، فهنشوف هنا حتة السبين لما بتتظبط الموضوع بيفرق ازاي. تمام، لما تاخد كوبي دي لوحدها ودي لوحدها الموضوع هتلاقيه فارق معاك اكتر بكتير. هنا مثلا انا اخترت البلور، تمام، يبقى عندي 10%، ويبقى موجود عندي بالشكل ده. عندي نتيجة مرضية الحمد لله، فاخش بقى اظبط باقي التفاصيل بتاعتي، وهكرر طبعا نفس اللي انا عملته ده على باقي الثلاث عجلات اللي موجودة عندي. انا هنا بوريك الفرق ما بين الاول وما بين العجلة بعد ما اتحركت معايا. ممكن اكبرها شوية لو حسيت ان هي مش مظبوطة، كمان ممكن اضيف شادو فوق العجلة بحيث الجزء بتاع اللي هو الرفرف اللي فوق الكاوتش ده، او الحتة اللي طالعة من الاكسدام الامامي دي، عايز اديها برضو حتة ان هو ايه موجودة. فهعمل لاير جديدة، تمام، واجيب البراش بتاعتي وايه واظبطها بالشكل ده كده. طبعا هكرر كل ده على باقي الحاجات اللي انا هعملها، تمام، نفس الطريقة اللي هعمل بيها العجلة برضو بالبلور، تمام، للأربع عجلات الموجودين في التصميم عندي.
بعد كده هسحب الصورة بتاعة الرملة دي علشان خاطر اظبط التفصيلة. يعني دلوقتي الكاوتش بيمشي على الرملة، فلازم يبقى فيه زي آه، حبيبات رملة كده يعني منتثرة في الموضوع، يعني موجودة حوالين العجلة كده منتشرة في الموضوع. تمام، بحطها طبعا جوه العجلة. طبعا انا خليت كل حاجة خاصة بالعربية في لاير واحد، في جروب واحد، وسميته كار. طبعا بعد ما اعمل الماسك للصورة بتاعتي، تمام، بجيب البراش وبظبط الاطراف طبعا، يعني عشان برضو في حاجات منورة قوي فلازم ان انا اشيلها من الصورة دي، بس اخلي حبيبات بسيطة موجودة. وممكن اكرر الموضوع تاني على العجلة اللي موجودة الناحية التانية. تمام، بس طبعا امسح منها اجزاء. هنا انا جبت الصورة بتاعت الدخان بتاع الرملة اللي هي التراب. تمام، طبعا انا يعني دي انا رسمتها علشان خاطر ملقتش ستوك مناسب، فانا رسمتها بالتدريجات الالوان بتاعتها، ودي برضو هسيبها لكم في الاستوكات علشان خاطر تطبقوا منها. تمام، وجربت كده ان انا اظبطها بالورب شوية، حسيت لا ان هي خلاص يعني مظبوطة زي ما انا عملت. خدت منها كوبي تاني علشان خاطر تكون باينة وتقيلة شوية، وممكن كمان ان انا اقلل الاوباستي بتاعتها او حتى الفل. خدت منها نسخة كمان علشان احطها فوق الكاوتشات او يبقى الدنيا باينة عندي، وهبدأ طبعا امسح الاجزاء بتاعتي بالشكل ده كده. هبدأ امسح الاجزاء بتاعتي بالشكل ده كده. اختار البروش واقلل شوية التراب اللي موجود على الكاوتش بتاعي. الفوتو مانيبيوليشن عايزك وانت شغال جوه التصميم يبقى عندك برضو يعني حتة الصبر وانت بتشتغل علشان كل حاجة تطلع معاك مظبوطة، ما تستعجلش خالص. انت كمان في حاجات كتير بتجربها يعني وانت بتطبق برضو على الفيجوال ده، ممكن تغير حاجات، يعني مش شرط تلتزم باللي انا عملته بالظبط، بس لو انت ليك وجهة نظر تانية معينة جوه التصميم مفيش مشكلة انك تعملها. اهم حاجة انك ما تكسلش او ما تزهقش. هنا برضو انا بزوم ان واوت علشان اشوف الابعاد بتاعتي مظبوطة ولا. بختار بعد كده اللاير بتاع العربية بتاعتي، وبختار على selective color علشان اعمل زي color كده للعربية بتاعتي. تمام،
بعمل color correction كده علشان تمشي مع مود الصحراء اللي موجود عندي، فاخترت ال selective color واللون الاسود البلاكس، وبدأت اظبط الالوان البلاك واليلو والماجنتا. طبعا الالوان او نسب اللون دي بتختلف، ملهاش ثوابت، على حسب التصميم بتاعك مكون من ايه او فيه الوان ايه. وبرضه اهتميت باللون الاصفر علشان الطبيعة الجبلية، عشان تدي زي تنت بسيط كده فوق العربية ان هي لونها اصفر. واهتميت برضه بالجزء الرمادي شوية. بص هنا قبل وبعد، يعني الموضوع طبعا فرق جامد، وفي حاجات كتير قوي كانت فيها لسعة إضاءة انطفت. تمام. بعد كده بختار الفوتو فلتر على اللون الأورنج علشان تديني الإفكت اللي أنا محتاجه قبل وبعد. تمام. وأختار تاني ال brightness contrast، أعلي الكونتراست شوية، وممكن أعلي الضوء عندي شوية البرايتنس، أو ممكن أقلله، يعني على حسب احنا بنظبطه. فأنا خليته على -2 مثلا، وخليت الكونتراست على 21. بعمل لاير جديدة فوق العربية علشان دي اللي هتبقى فيها لسعة الإضاءة اللي جاية من مصدر الضوء. وبالبرش العادية خالص برسم حوالين العربية كده زي لاين بسيط علشان يديني الإضاءة على الأجزاء المتصدرة للضوء. تمام. وطبعا برضو الجزء بتاع الاكسدام الأمامي ده، لأن هو هيبقى في مصدر ضوء من الكشافات، فلازم ياخد زي لسعة ضوء كده برضو على العمود بتاعه ده. ركز معايا علشان النقطة دي مهمة جدا. بعد كده من فلتر بلور بنعمل جوجن بلور، وبنظبط الإضاءة بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا الحتة دي مهمة قوي، وتخليك بعد كده تظبط أي إضاءة أي حاجة أنت عايزها. تمام. نخليها على 80 فيل مثلا، ممكن نقلل شوية، بس أهم حاجة يبقى عندي في باين إن في حتة إضاءة موجودة في التصميم بتاعي. تمام. بعمل لاير جديدة، وبجيب البرش بتاعتي على اللون الأسود، وبظبط الجزء اللي هو ناحية الشادو ده بالطريقة دي. ومن كولر مود بشوف المود المناسب عندي هيبقى ايه، علشان خاطر يبقى اللون واقعي عندي. فانا اخترت اوفرلي علشان هو اكتر لون هيبقى واقعي، وهو واخد الظل بتاع جانب العربية. بنعمل لاير جديد فوق كل ده، وبنبدأ نظبط حتة اللايتس. بنختار اللون الأبيض وبالبرش العادية خالص، أهم حاجة الهاردنس بتاعها 0. بعمل على مثلا يعني 4 أو 5 مرات لغاية ما أحس إن الموضوع منور معايا. وبعد كده بختار الأوبشن بتاع سكرين وبلور. بنعمل جوجن بلور علشان يديني الواقعية أكتر في حتة النور، ويبين جزء الكشاف اللي موجود عندي. ومننساش برضو إن الإضاءة آم، في العصرية كده أو بعد العصرية بحاجات بسيطة، وباخد منه كوبي وبصغره جوه النور نفسه. تمام. ونخليه ممكن نكبر التاني أكتر علشان يديني زي إشعاع كده حوالين
حوالين الكشاف نفسه. تمام. ممكن اجرب لون برضو تاني كده، يديني تنت بسيط لون البيج اهو. بعد كده بخلي عادي سكرين او لايتن. ناخد منه كوبي وبعد كده نخلي كله جوه جروب والت وكليك، ونحدد على كل الاضواء اللي موجودة عندي. انا عندي الكشافين دول والاتنين اللي تحتهم. تمام. فنظبط الاضاءة بتاعتنا بالشكل ده. طبعا الجزء ده محتاج ان هو يتدرى، فهعمل له ماسك. تمام. وهقلل البراش بتاعتي خالص وهمسح حوالين الجزء اللي هو مستخبي وراه، واسيب لسعة اضاءة بسيطة كده، الجزء بتاع الاكسدام ده. تمام. يعني كده ككومبوزيشن انا شايف ان ايه، الحمد لله الدنيا بدأت تبان اكتر واكتر. فوتو مانيبيوليشن كمان عايز اقول لكم على معلومة حلوة جدا. وانت شغال بتحط الاوبجكتس بتاعتك ممكن تحس ان التصميم مش حلو، بس مجرد ما تبدأ تحط في تفاصيل التصميم يبدأ يظهر معاك اكتر اكتر. يعني ما تستعجلش دايما ان انت يعني تجرب صورة وتقول لا وحشة. حاول تحط ايدك في الموضوع، بس طبعا اهم حاجة يبقى الكومبوزيشن بتاعك مظبوط في الصورة. طبعا يعني جبت الليزرد دي اللي هي الحرباية. تمام. علشان خاطر تدي زي يعني هي من طبيعة من طبيعة موجودة في الطبيعة الجبلية، وبرضو يعني ايه تطعم التصميم شوية. تمام. فقصتها بالكويك سelection تول في select subject اقصد، وبعد كده جبت الكويك سelection تول عشان اظبط الاطراف بتاعتي. تمام. دي هخليها على الجزء اللي موجود عندي فوق الشجرة. طبعا نصغرها اكتر علشان خاطر التكوين معايا يطلع مظبوط. بختار select modify contract وبخليه على 1 بكسل علشان يوصلي التفاصيل من الاطراف، عشان لو في حاجة موجودة بيضة عندي تختفي علشان يبقى الديزاين مظبوط. تمام. وبشوف بقى شكل الحرباية دي هيبقى عامل ازاي في التصميم بتاعي. هتنزل تحت شوية هتطلع فوق، فحسيت ان هي احسن وضع ليها ان هي تبقى موجودة فوق الشجرة. تمام. وبعد كده بجيب صورة النسر.
بعد كده بسحب النسر جوه التصميم بتاعي علشان اظبط الابعاد بتاعته، يعني يبقى كبير او صغير. طبعا انا اخترت النسر لان هو من الحاجات اللي بتعيش في المناطق، من الطيور الجوارح اللي بتعيش في المناطق الجبلية، فعشان برضو يبقى الموضوع كده يبان ان فيه مغامرة. وطبعا ما ننساش ان الكابشن بتاعنا في التصميم او التكست اللي هيتكتب جوه اللي هو ready for adventure، اللي هو انت جاهز للمغامرة، فلازم نحس كده ان الموضوع يبقى فيه مغامرة. ما تنسوش يا جماعة تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم دايما كل جديد. وما تنسوش برضو تعملوا شير للكورس علشان كل اللي حواليكم يستفادوا من الكورس ده. لو انت يعني شايف ان في حد بيحب الجرافيك ديزاين، فشير الكورس معاه واستفادوا وتعلموا سوا. بنظبط اللايتس بتاعت النسر زي ما عملت على العربية علشان هو متجه ل في برضو لسعة اضاءة كده، فبرسمها بالبروش وبعد كده بعمل لها جوش اند بلير وبخليها كليبنج ماسك جوه النسر، وممكن اقلل شوية من الحدة بتاعتها. وبعد ما عملنا حتة الإضاءة دي، بعد كده بنقف تاني فوق اللاير وبنختار الإكسبوجر وبنعمل كليبنج ماسك وبنغمق أو نظبط الأطراف بتاعتي شوية. طبعا أنا الجزء عندي بتاع الإضاءة محتاج لسه، يعني الكليبنج ماسك بتاعه خرج، فأنا هظبطه بعد بس ما أظبط الأطراف بتاعتي دي. تمام، أنا بغمق الجزء اللي تحت شوية الأجنحة. تمام بالطريقه دي كده، شايفين؟ علشان يبقى فيه واقعيه اكتر، لان الضوء جاي جاي في ظهره. ماشي. بعد كده بعمل برايتنس كونتراست علشان اظبط الجزء بتاع الاضاءه ده. تمام بالطريقه دي كده احنا كده التصميم بتاعنا بقى يعني شبه جاهز ككومبوزيشن، ناقص بس شويه تفاصيل لسه هنضيفها. تمام، فهتخلي التصميم اكتر واقعيه وكمان احلى بكتير. ندخل بعد كده على الجزء بتاع الموتل ونشوف هنعمل فيه ايه. بنعمل لاير، تمام، ونخليه على الاسود علشان نرسم جزء الظل اللي هو نازل المفروض من العمود اللي شايل اليافطة. طبعا انا بعد ما بعمله بختار الجوجن بلير علشان الظل لازم يبقى فيدد كده من الجناب، ما ينفعش يبقى شارب قوي. تمام، وطبعا بشوف الكالر مود المناسب ليه، يعني ممكن كالر اوفرلاي وهاخد منه كوبي تاني واخليه على نورمال واقلل الاوباستي بتاعته. وابدا اظبط الاطراف بتاعتي بالشكل ده كده، يعني امسح اكبر البراش بتاعتي وافيدد الاطراف، وامسح لو في جزء مثلا جاي على الجبل اللي قدام امسحه كده بطريقه عشان برضو يبان ان هو في منظور او في واقعيه اكتر في الشغل. بعد كده بختار الفوتو فلتر، تمام، علشان تدي التنت بتاع المود
بتاع الديزاين ماشي. وطبعا البرايتنس كونتراست يعني عليت شويه وظبطت الدنيا شويه. تمام. وهنا يعني بجرب كده على برضو الشكل النسر بتاعي. نشتغل بعد كده على الجزء بتاع الصبار، فنحدد اجزاء الصبار كلها مع بعض ونحطها جوه جروب ونعمل كليبنج ماسك اكسبوجر علشان دي قريبة من زاوية الكاميرا فلازم تبقى غامقة. تمام. وبعد كده بجيب البروش بتاعتي وبدي التون بتاعي من الجنب بالشكل ده كده. طبعا نظبط التفاصيل بتاعتي. انا عايز اعمل الاجزاء اللي هي بس متصدرة للضوء او الضوء جاي عليها، فالاجزاء اللي هتبقى ناحية الشمال تمام يعني لساعات بإضاءة بسيطة خالص هتبقى على الأطراف اللي المفروض تكون باينة عندي. وبعد كده من بلور بعمل جوجن بلور علشان الأجزاء دي تبدأ تفيدد ما تبقاش لسعة الإضاءة واضحة زيادة عن اللزوم. تمام. اوفر اول بعد كده طبعا احوله لسمارت اوبجكت عشان اعرف اتحكم فيه. تمام. ومن فلتر بلور هختار الجوجن بلور علشان يبقى فيدد. تمام. ما يبقاش واضح قوي لان هو قريب من الكاميرا عشان يبقى فيه عمق. وبعد كده بعمل اكسبوجر وبغمق كمان اكتر شوية علشان خاطر حتة العمق دي تكون اكتر. تمام. لان برضو كمان الجهة دي هي جهة الظل لان الضوء المفروض جاي من قدامه بالشكل ده كده. نهتم بعد كده بالجزء بتاع الشجرة اللي موجودة عندي ورا. تمام. الجزء ده انا محتاج ان انا اعمل له ماسك وبعد كده هجيب البروش بتاعتي وهقص الحواف اللي هي من تحت دي علشان يبان ان هو جوه الرملة. وممكن اقلل البروش شوية وافيدد كده الاجزاء اللي موجودة دي لكن الشجرة طالعة من تحت الارض. تمام. وامسح بحاجات بسيطة كده عشان تبان انها جوه الرملة مش طايرة. بعد كده باخد منها كوبي كنترول جي او حتى اسحبها كده ناحية النيو لاير اللي موجودة عندي تحت. تمام. واظبط الزاوية بتاعتها. الحتة دي برضو مهمة في الشادو فيها تركية. انا اول حاجة بختار الديسترد وببدأ اظبط الابعاد ان عندي المنظور بتاع الشجرة يبقى مظبوط بالشكل ده. بظبط الجزء بتاع الظل علشان البرسبكتيف بتاعه يكون مظبوط. تمام. وممكن كمان استخدم الامر برسبكتيف علشان يبقى الشيب عندي بتاع الشجرة مظبوط 100%. تمام. وبخليه ملتبلاي. تمام. واقلل الفيل كولر بتاعي شوية.
وبعد كده من blend option احاول اظبط الحتة بتاعة الblend اف دي، ان انا امشي الشجرة مع الارض عشان يبقوا الاتنين مطبعين على بعض بالطريقة دي كده. ممكن اسحب الاجزاء دي كده. تمام. ومن بلور نعمل جوجن بلور علشان ندي واقعية اكتر. نيجي عند الجزء بتاع الشجرة، نختار الاكسبوجر ونقلل اللايت اللي موجود عليه علشان هو برضو قريب من الكاميرا، ومصدر الإضاءة جاي من ناحية الأمام. وبقف على الماسك بتاع الاكسبوجر، وبالبروش بشيل الحواف اللي هي الغامقة، يعني بمسح كده بالبروش الأجزاء اللي هي المفروض تبقى عليها إضاءة يعني بسيطة كده من الأطراف. تمام. طبعا الجزء بتاع طبعا الجزء بتاع الشجرة اللي واقف عليها الليزرد ده، عايز انه يعني يبقى داخل مع مود الشجرة شوية. فانا يعني اخدت اللاير بتاع الشجرة وهقص حتة منها كده علشان اخدها جوه عندي على الحتة اللي واقف عليها دي. تمام. دي تفصيلة كده صغيرة بس بتفرق كتير جدا وانت بتشتغل فوتو مانيبيوليت، وطبعا اظبطها لغاية لما تبقى ماشية معاها.
بعد كده بعمل solid color، تمام، لون على بني شوية، وبقلل اللون، بخليه مثلا على overlay علشان برضو تاخد من المود بتاع الصحراء ومود التراب. احنا عارفين ان هي بتتلون لما بتقف مثلا على حاجات معينة، فممكن نخليه على overlay مثلا، ونقلل شوية منه لو حابين، لو حابينه زي ما هو مفيش مشكلة. overall بقى يعني انا على كل اللايرز دي هعمل color correction، فهختار الفوتو فلتر علشان تديني اللون الاورنج ده، ان المود يبقى blend كله مع بعض كده بالطريقة دي، تمام. وبعد كده برضو هختار السوليد كولر، واختار مثلا لون بني غامق شوية، تمام، واخلي المود بتاعه على سوفت لايت، واقلل الفيل بتاعه خالص، مثلا اخليه على 10، تمام، عشان يبقى كل حاجة بلندد ببعض. يعني بص الفرق. وبرضو من البرايتنس والكونتراست ازود الكونتراست شوية، وممكن اعلي الضوء او اقلله، تمام. انا عليته شوية علشان يظبط معايا. نيجي لاخر نقطة عندي اللي هي التكست تول. فانا هختار التكست تول وهكتب التايبوجرافي بتاعي ready to adventure، واختار فونت مناسب علشان يمشي مع الموضوع. شكرا لمشاهدتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا شير علشان اصدقائكم يستفادوا من الدرس، واشوفكم على خير في درس جديد. سلام. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي تركية حابين نشرحها اكتبوا لنا في كومنت.